الأهلي يسقط في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي محليا. الأهلي أموره هذا الموسم حتى الآن لا تسير بشكل جيد. الأهلي خسر السوبر الأفريقي في البداية، ثم خسر الدوري الأفريقي، وفي الدوري بيتعادل ماتشين ورا بعض، والوضع صعب جدا. معسكر إعداد وصفقات والإدارة موفرة كل حاجة للفريق، ولكن المردود الفني في الملعب سيء جدا. الأهلي بلا أي حلول. الأهلي بيبقى ماسك كورة، ولكن زي ما قلت قبل كده استحواذ سلبي. يمكن الأهلي في المباراة كلها كان ليه فرصتين خطيرين جدا، لو كانوا جم كانوا هيغيروا شكل المباراة. سموحة النهاردة كان بيلعب جيم دفاعي بحت، واقف ورا وبيلعب على الكاونتر اتاك اللي ما كانش موجود بشكل كبير في المباراة. لكن زي ما بقول لكم الأهلي غابت عنه كل الحلول. اللعيبه بتدور الكوره على طول، عرضيات مفيش حد يقابل، حد يشوط من بره الكور دايما مش مظبوط. الاهلي جاله كورنرات كتير جدا في المباراه، ولكن زي ما بقول لكم غياب الحلول وغياب الفاعليه خلت الاهلي يخسر نقطتين كمان في مباراه النهارده بعد خساره نقطتين في مباراه الجونه. والى اين تسير الامور الفنيه في الاهلي؟ على جانب اخر النهارده بيراميدز بيكسب الاسماعيلي 2-1. الاسماعيلي كان متقدم في بدايه المباراه عن طريق هدف عن طريق ياو النور. على جانب اخر الاسماعيلي بيخسر من بيراميدز 2-1. الاسماعيلي رايح على فين؟ الاسماعيلي تقدم في المباراه بهدف في بدايه المباراه عن طريق ياو النور. بعد كده الاسماعيلي تعرض لطرد في الشوط الاولاني، اثر على الفريق بشكل كبير. بيراميدز بدا يضغط، وبيراميدز بيتعادل من ركله جزاء عن طريق عبد الله السعيد، وفي اخر لحظات المباراه بيخطف فخري لقاي وبيخلص المباراه، وبيراميدز بياخد 3 نقاط مهمين، والاسماعيلي يواصل الترنح. كان جدول الدوري بعد ماتشين النهارده بيراميدز في الصداره ب 16 نقطه من 7 مباريات، والاهلي في المركز الثاني ب 14 نقطه من 6 مباريات. الاهلي لاعب مباراه اقل من بيراميدز، ويشتعل الدوري العام المصري.